احنا من شويه شفنا ازاي نطبع قيمه باي. من شويه شفت ازاي اطبع قيمه باي باستخدام الداله فورمات، عن طريق ان هو شال الاقواس الكيرلي وحط مكانها قيمه الباي زي ما شفنا. وبالتالي لما كنت بقول له رن كان بيقول لي والله ذا فاليو اوف باي از كذا كذا كذا. كويس جدا. انا هنا برضو عايز اطبع قيمه باي زي ما عملنا بالظبط في الاول، لكن عايز اعمل تعديل بسيط. اللي هو ايه؟ انا مش عايز كل الارقام العشريه اللي بعد العلامه. مش عايز كل الارقام اللي بعد العلامه العشريه. انا عايز فقط يطبع لي ارقام معينه بعد الارقام العشريه. يبقى هقول له ايه؟ هقول له ذا فاليو اوف باي از، وافتح كيرلي براكت ما سيبوش فاضي بقى. هقول له 0 الى دوت 3 اف. 0 معناها اطبع لي كل الارقام الصحيحه زي ما هي. دوت 3 اف معناها بقول له اطبع لي فقط ثلاث ارقام بعد العلامه العشريه. اطبع لي فقط او اعرض لي فقط ثلاث ارقام بعد العلامه العشريه. وبالتالي لما اقول له رن هيديني 3 دوت 142. ليه ما ادانيش قيمه الباي كلها؟ لان انا هنا حجمته. قلت له بعد اذنك اطبع لي فقط او اعرض لي فقط ثلاث ارقام بعد العلامه العشريه. طيب لو انا عايزه يعرض لي فقط رقم واحد بعد العلامه العشريه، هعمل نفس الحكايه. هقول له 0 الى دوت 1 اف. دي معناها ايه؟ بقول له يا بايثون بعد اذنك اعرض لي القيمه اللي هي ذا فاليو اوف باي از، واعرض لي قيمه باي بس ما تجيبليش الارقام اللي بعد العلامه العشريه كلها. اعرض لي فقط رقم واحد بعد ايه؟ بعد العلامه العشريه. وبالتالي لما اقول له رن هيقول لي ده قيمه باي ذا فاليو اوف باي از كام؟ 3.1 من 10. وممكن احط له هنا كولون عشان اخليه يقول ذا فاليو اوف باي از كولون 3.1 من 10. طيب بعد ما فهمنا الجزئيه اللي فوق، عايزين بقى نشوف خارج الكود بتاعي في الحاله دي. يلا كده معايا. لما اقول له 0 اند 1 دوت فورمات ريد وبلو، ده هنا هيعمل ايه؟ هيقوم رايح واخد كلمة ريد حاططها في مكان الزيرو، وواخد كلمة بلو حاططها مكان الواحد، وهيقوم طابع لي ريد اند ايه؟ ريد اند بلو. كويس. طيب لو جيت هنا في الحالة اللي بعدها دي وقمت قايل له ده ايه بتساوي 0 كوما 1 كوما 2 اند 3 ودوت فورمات ريد وبلو وجرين وبيربل، هيقوم عامل ايه؟ هيقوم رايح شايل الزيرو وحاطط مكانه ريد، شايل الواحد وحاطط مكانه بلو، شايل الاثنين. كويس جدا كده، احنا زي الفل. لما اشوف الرن هلاقيه بيقول لي ريد كوما بلو كوما جرين كوما بيربل. طيب لو جيت قلت له حاجه بالشكل ده، ايه اللي يختلف عن اللي فات؟ اللي يختلف فيها عن اللي فات ان انا عكست الترتيب، قلت له 3 2 1 0. معناها ان هو هيجيب من ورا لقدام، هيجيب من ورا يعني هيطبع الاول بيربل، بعد كده جرين، بعد كده بلو اند ريد زي ما احنا شايفين بالشكل اللي هو قدامنا ده. طالما عكست الترتيب هيديني الكلام او الاسترنج اللي انا مديهوله، هيديهولي برضه ايه؟ هيديهولي معكوس برضه نفس ما خدنا قبل كده. انا عايز اعمل كي ووردز، هقول له مثلا ذا فيرست نيم از 0 اند لاست نيم از 1 وادي له خليل ومحمد. يبقى هو يعمل ايه؟ هيقوم طابع لي كلمه ذا فيرست نيم زي ما هي از، وبعد كده يقوم شايل الزيرو وحاطط مكانها خليل، وشايل الواحد وحاطط مكانها ايه؟ محمد. يبقى هيطبع لي ذا فيرست نيم از خليل اند ذا لاست نيم از محمد زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده. طيب مثال تاني، لو انا عندي كود مكتوب بالشكل ده، بقول له ذا فيرست نيم از اكس اند ذا لاست نيم از واي، وقايل له جوه الفورمات معرف له متغير اللي هو اكس، واكس ديت جواها خليل، والمتغير التاني اللي هو واي، وواي دي جواها محمد. يبقى برضه لما يروح جوه السترنج بتاعي ويشوف اكس هيشيلها ويحط خليل، ولما يروح جوه السترنج ويشوف واي هيشيلها ويحط محمد. بالتالي هيقول لي the first name is خليل and the last name is ايه؟ is محمد. عندي برضو مثال تاني بيقول لي the value of by is، وحط لي كيرل براكت، معناها ان كل بايثون ما يروح يشوف الكيرل براكت هيشيلها ويحط مكانها قيمة الباي. بس ناخد بالنا، طالما انا هستدعي ثابت رياضي هشوف الثابت ده موجود في اني لايبراري، واروح استدعي هذه اللايبراري اللي هي نام باي.
وجبت اللايبراري وقمت مستخدمها، وبالتالي لما اقول له رن هيقوم مديني قيمه الباي بس بالشكل الكبير ده. لو انا مش عايز كل الارقام اللي بعد العلامه العشريه هقول له حاجه بالشكل ده، هكتب ذا فاليو اوف باي از واقوم حاطط هنا كولون، وادي له بقى الكيرل براكت. يا اما اكتب هنا زيرو ومعناها ان بعد اذنك رجع لي كل الرقم الانتجر ما تنقص منه حاجه، او اشيل الزيرو، هو نفس المفهوم. طب انت عايز كام رقم بعد العلامه العشريه؟ بقول له 3 ارقام، فبقول له دوت 3 اف. لو قلت له رن هيقوم مرجع لي فقط 3 ارقام بعد العلامه العشريه. لو عايز 5 ارقام بعد العلامه العشريه هقوم قايل له طبعا لابد ارجع اللايبراري بتاعتي، هقوم شايل ده بس الاول واقول له نشط لي ده، واقول له هات لي 5 ارقام بعد العلامه العشريه، هيقوم مرجع لي 5 ارقام بعد العلامه العشريه. وطبعا لو شلت الزيرو هيفهم برضو ان انا عايز الرقم الصحيح كله زي ما هو، ما فيش مشكله خالص، فظهر لي زي ما هو. لو عايز رقمين اتنين بعد العلامه العشريه واقول له هنا زيرو، عادي جدا هيقوم مرجع لي رقمين اتنين بعد العلامه العشريه.